السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ماتريكس مايند سيت بودكاست. معكم أسماء من ماتريكس جروب انترناسيونال. في الحلقة اللي فاتت هضرنا على علاش بزاف ديال الناس كتبقى حابسة في بلاصة بزاف ديال السنوات، واليوم غادي نكملوا بنفس العمق وبنفس الصراحة. الموضوع اليوم مهم بزاف وحساس بزاف، حيت كيتخلطوا فيه بزاف ديال الناس. اليوم غادي نهضروا على الفرق بين الطموح والوهم. واش كل واحد كيقول انا طموح فعلا طموح، ولا يمكن غير عايش في الحلم وكيكذب على راسه؟ خليك معايا حتى الاخر، حيت هاد الحلقه ممكن تبدل طريقه تفكيرك وتخليك تشوف راسك بوضوح لاول مره. اذا شكون هو الطموح الحقيقي؟ خليني نوضح لك واحد النقطة في الأول. الطموح ماشي غير حلم. الطموح الحقيقي هو رغبة قوية، عمل مستمر زائد صبر. أي واحد طموح خاصو يكون واجد يتعب، يطيح، يتعلم ويرجع يوقف. الطموح ما كيطلبش تصفيق، ما كيطلبش تشجيع الناس، كيطلب غير الالتزام. الناس الطموحين فعلا كيخدموا في صمت، كيخليو النتائج تهضر عليهم. ودابا ندوزو اشنا هو الوهم. دابا ندخلوا للنقطه الخطيره اللي هي كيف ما قلت الوهم. حيت الوهم هو انك تعيش في حلم جميل ولكن بلا عمل حقيقي. الوهم هو انك تشوف راسك ناجح وانت ما درتي حتى خطوه. الوهم كيخليك تحس براسك مزيان مؤقتا، ولكن في الحقيقة كيضيع ليك غير الوقت وكيقتل الطموح الحقيقي. الوهم غالبا كيبان في هاد العبارات: أنا عندي أفكار بزاف، غير تعطاني الفرصة، إلا بغيت ننجح نقدر. ولكن السؤال الحقيقي هو أشنو درتي فعلا، ماشي غير قولا. أجي نشرح ليك اشنا هما العلامات اللي كيبينوا انك عايش في الوهم. خليني نكون واضحة معاك. إلا حسيتي براسك ما تقلقش، حيت الوعي هو البداية. العلامة الأولى: كتخطط بزاف وكتنفذ غير شوية. عندك دفاتر، عندك أفكار وعندك أحلام، ولكن تنفيذ ضعيف بزاف لدرجة منعدم. العلامة الثانية: كتحب النتائج السريعة. كتقول علاش ما ننجحش في شهر، علاش ما باش تغيير دابا. الطموح الحقيقي كيصبر والوهم كيستعجل. وكعلامة ثالثة: كتبدا بزاف وما كتكمل حتى شي حاجة. كل مرة مشروع جديد، كل مرة فكرة جديدة، ولكن ما كاين حتى شي حاجة كملتيها. البداية راها سهلة، ولكن اشنو اللي صعيب؟ اللي صعيب هو الاستمرار. وكعلامة رابعة: ديما كتعلق الفشل ديالك على الناس. ديما شي واحد آخر هو السبب، مثلا يا الظروف، الناس، الوقت، الفلوس. ولكن الحقيقة هي الوهم عزيز عليه الأعذار. يقدر بدا تتبان لكم الصورة. علاش الوهم خطير؟ الوهم خطير حيت كيخليك تحس براسك طموح وانت في الحقيقة واقف. كيعطيك إحساس زائف بالتقدم، وبالتالي ما كتحركش. والأخطر كيضيع لك سنين وانت ما حاسش. وهنا تقدروا تسولوني وتقولوا لي كيفاش نحول الوهم لطموح حقيقي. دابا نجيو للحل. اول حاجه، واجه راسك بصدق. سول راسك اشنو درتي فعلا في هذا الشهر. واش نفذتي شي حاجه من هذاك الشيء اللي كتخطط؟ سول راسك وجاوب بلا كذوب، بلا ما تزوق مع راسك.
تاني حاجة، حبس داك التخطيط الزائد. التخطيط بلا عمل ما كيسوى حتى قيمة. خطة بسيطة، عمل يومي خير ليك من مخطط كبير بزاف ولكن ديما بلا تنفيذ. ثالث حاجة، دير التزام صغير ولكن ثابت. ما تقولش غادي نبدل حياتي كاملة، ولكن في بلاصتها قول غادي نلتزم خطوة واحدة كل نهار. وديما تذكر باللي الاستمرارية هي الفرق الحقيقي بين طموح والوهم. واخا اجي نديرو دابا واحد التمرين بسيط، بغيتك تفكر ودير في بالك ولا حتى خليها ليا في تعليق. اشنو الحلم اللي كنتي كتهضر عليه بزاف؟ اشنو اخر خطوه درتي فيه؟ واش محتاج غير خطوه واحده باش تبدا؟ خذ هاد الاسئله بجديه حيت ممكن تكون بدايه ديال تغيير حقيقي. الى هاد الحلقه حركات فيك شي حاجه، راه هذاك هو الهدف ديال ماتريكس مايند سيت بودكاست. دير سبسكرايب، خلي تعليق وشارك الحلقه مع شي واحد حيت ممكن تغير ليه طريقه التفكير. وكيف العاده في الحلقه الجايه غادي نهضروا على موضوع مهم بزاف، كيفاش تخرج من عقليه ديال الضحيه. كان معاكم اسماء من ماتريكس جروب انترناسيونال. نتلاقاو قريب في حلقه جديده.